النهاردة هنتكلم عن مسلسل من المسلسلات اللي هتتعرض قريب على منصة واتشت وعلى قناة اون دراما. المسلسل اللي هنتكلم عنه النهاردة مسلسل زينهم. الميت لا بيخدع ولا بيسرق ولا بيكذب. ليه بقى نخاف منه؟ واحد قريبها من ورا وضربها على راسها بجسم تقيل. زينهم زكريا، نورت المشرحة. والله ليه بس كده يا شيخ حسني؟ فزعت الدكتور وهو لسه ورور. ما انت عارف دكتور زينهم ممشي كل حاجه بالمسطره. هو حضرتك كنت بتتكلم حد؟ انت شايف ان في حد معايا عشان اكلمه؟ ما بتتبلش في بقك فوله. عملت ايه مع الجثث يا ولا؟ جثث؟ يا دكتور انا جميله اللي بشتغل مع حضرتك في الصيدليه. وانا مش نايم من امبارح مش شايف قدامي ولسه عندي شغل بكره على جثه متسممه. ليه تعيين في مصلحه الطب الشرعي؟ يعني هتعامل مع اموات. هتحاسب على اوبر بكريدت ولا كاش؟ لا انا هعزمك. انا لو بدات اتكلم مع الميتين وناخد وندي مع بعض ما بقتش اخاف. عمته دي اللي هي اخت انا؟ ايوه اللي هي اختك. انت هتخوفني؟ بفتكري حد تاني يعني. اهلا بيك في العالم بتاعي. عالم زينهم. اثار عنف ومقاومه على الكتف الشمال. احنا هنا بنتعامل مع سر مقدس اسمه الموت. اصل في حاجات غريبه بتحصل هنا. انتهى النجم أحمد داوود من تصوير مسلسله الجديد زينهم اللي هيتعرض إن شاء الله ابتداء من يوم الأحد 19 نوفمبر على اون دراما وعلى منصة واتشت. المسلسل من إخراج شريف إسماعيل ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك ومن إنتاج أروما ستوديوز والمشرف العام مصطفى العوضي. انتهى أحمد داوود من تصوير جميع مشاهد المسلسل اللي بيقدم من خلاله شخصية طبيب شرعي بيتعرض لعدة مواقف كوميدية في أحداث المسلسل. يسيطر الغموض والتشويق على البرومو. ظهر أحمد داوود وهو طبيب شرعي بيشتغل في المشرحة وبيجيله كريم قاسم عشان يشتغل معاه وبتنتظرهم مواقف كتيرة بتحصل لهم لما بيتعاملوا مع الموتى. مسلسل زينهم أحداثه مستوحاة عن كتاب بعنوان أصدقاء الموتى شكرا للدكتور محمد جاب الله، وهو دكتور عمل أول تجاربه الحقيقية بالطب الشرعي. ومن المقرر عرض مسلسل زينهم لأحمد داوود ابتداء من يوم الأحد 19 نوفمبر على قناة اون دراما وعلى منصة واتشت. والمسلسل ده بيعتبر أول بطولة مطلقة لأحمد داوود في الدراما التلفزيونية. مسلسل زينهم بطولة أحمد داوود وكريم قاسم ويارا جبران وسلمى أبو ضيف وعماد رشاد ومحمد أبو داوود وهناء الشربجي. وبالنسبة للأعمال اللي بيعملها مؤخرا الفنان أحمد داوود، بيصور مؤخرا فيلم ولاد رزق الجزء الثالث مع النجم أحمد عز والمخرج طارق العريان اللي بدأ تصويره خارج مصر بالمشاهد الخارجية، ومن المقرر إن الفريق يعود للعمل للتصوير داخل مصر خلال الفترة المقبلة. مين هم ولاد رزق؟ انا مش عايز حد بعد كده يتصرف من دماغه. طول ما احنا مع بعض محدش هيعرف يفرق بيننا. انت بتستقبل ولا اهبل؟ لا اهبل. برافو. مين ولاد ده؟ ده عاطف الاصلي يا باشا. انت عبيط ولا بجد؟ ايوه. ولاد الرزق يبقوا اسود عين السيره الاربعه. ايوه بقى ولاد رزق. لما ترزق هنبطل. امين. ويبان طيب وعبيط بس ده كوهين. بس عباس الجن ده يا باشا خطر قوي. مش عارفه ان انت هترجع للحرام تاني. لميني بقى اخواتك عشان عايزكم في شغل سليم. في مثل كده بيقول اللي ما يعرفش الصقر يشويه، وانتوا ما تعرفونيش، ده غباء وجيت للكبير. انا مش هاخد من هنا من غير الفلوس. ابسط حاجه عنده الاكل واهم حاجه عنده الفلوس. النسوان دي بقى الواحد يدفع لها ايه؟ يدفع لها تعظيم سلام طبعا. معلوم. الكبير يلم ولا لم انا؟ ده انا اتفلت صاحي. انا هقعد على الزباله. ده انا هتموت بكره يا انا. ده انا اخلع راس امك دي واركبها على دول. ما اقدرش اخد ولاد رزق يا باشا. انا غير العيال دي خالص. وانت ايه رايك في الحوار ده؟ والله انا رايي ان انتوا جامدين قوي، مش محتاجين يعني كل ده. اصحى خواجه، احنا ولاد رزق. وكان أحمد داوود قدم آخر أدواره في الدراما التلفزيونية من خلال مسلسل سوتس بالعربي من إنتاج طارق الجنايني. والمسلسل حقق نجاح كبير جدا وقت عرضه، وكان شارك في البطولة معاه آسر ياسين وصبا مبارك ومحمد شاهين وريم مصطفى وطارق عماد. وكان العمل من إخراج عصام عبد الحميد.
ليه ايه بالظبط؟ على فكره انا درست سنتين في جامعه القاهره. زين انت بتحاول تدور على واحد شبهك؟ يكون محامي تحت التدريب ليا. انت لما دخلت من هنا انا راينت نفسي انك مش هتمشي من هنا غير لما تقنعني. بس العميد فصلني علشان كنت بلخص الكتاب بتاعه وببيعه. مش هنلاقي ها؟ طبعا انت حاسس ان انا عايز اغلعك. وانت بتهددني؟ بس انا بفهم في القانون اكتر من اخويا ومن الدكتور اللي فصلني ومن 3/4 محامين البلد. النجاح هو احسن انتقام. يعني احنا بقينا تيم واحد زي مرزوق الكوتش وبركات الدمنهوري كده. اللي مخلينا اقوى مكتب في مصر ان احنا معظم قضايانا بنحلها بره المحكمه. جود لك. سلام يا صاحبي. وانت بقى ممكن بقى تفكوا العميل تاني؟ اصل للاسف ما عنديش طريقه تانية انطق بيها صورتك قدام الكل. الانتقام هو احسن انتقام. ايه ده؟ قضيتك الاولى وريني هتبقى احمد زكي في ضد الحكومه ولا اللبلبه في ليله ساخنه. لازم تبقي عارفه ان اي معركه هتدخليها هنا مش هتبقى سهله، وبعدين في سوق النية اللي انت فيه ده لان ميدو لا مش وقت. مفيش حاجه في الدنيا دي كلها مضمونه. وكان الفنان أحمد داوود حقق نجاح كبير بالفيلم اللي اتعرض مؤخرا اللي بعنوان يوم 13 واللي حقق أكتر من 30 مليون جنيه، وشارك في بطولة الفيلم دينا الشربيني وشريف منير وأروى جودة ومجدي كامل، وكان الفيلم من إخراج وتأليف وائل عبد الله. طول عمري بحلم استحمى في الحمام ده يا مرح. اللي بيخاف من العفريت يطلع. انا مش فاهم اصرارك، انت ليه عاوز تبات في القصر؟ الصح بتاعه اللي بيخاف من العفريت يتهيأ له انه يطلع له. ما هو مش هينفع ابيع قصر بيتقال عليه مسكون. ابسط حاجه هيقوله طيب ما سكنتش فيه ليه ما دام هو مش مسكون؟ ده لو مش مسكون فعلا. المدام. على فكره في مثل بيتقال غلط. هي امي ماتت مقتوله؟ مفيش حاجه بتستخبى هنا يا اسماعيل. وبكده يا شباب نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. لو عجبك الفيديو دوس لايك وسبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد بنقدمه. كان معاكم احمد محمود قناة ترند. اشوفكم في الفيديو القادم.